عنوان الصحيفة الكرواتية يقول: أميرة مغربية تكلف 200,000 يورو، نحو 223 مليون سنتيم أسبوعيا، وطائرة خاصة مزينة ب14 كيلوغرام من الذهب. تم بناء اليخت وحده الشارع في حوض بناء السفن الألماني الشهير في عام 1979 و2004 تم تجديده تماما، وقد وفرت اليخوت الفاخرة للأميرة كل ما تحتاجه لإقامة المالكة في البحر الأزرق، المسرح المنزلي، وحمام سباحة، وساونا، والاسترخاء في صالة ضخمة، مقصورات الحرير وخشب الأبنوس. الإيجار الأسبوعي تكلف هذه القصور العائمة الأميرة 100,000 يورو. غير أنني بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائيات التي تتضمنها هاتين الدراستين، والتي تبرز تطور ثروة المغرب، أتساءل باستغراب مع المغاربة: أين هي هذه الثروة؟ غير أنني بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائيات التي تتضمنها هاتين الدراستين، والتي تبرز تطور ثروة المغرب، أتساءل باستغراب مع المغاربة: أين هي هذه الثروة؟ العلم؟ أين هي هذه الثروة؟ عندهم 14 عام اخويا سكنوا، وحنا اللي 48 عام وحنا هنا قلبونا عطاونا بالدار. وانت هنايا؟ ولا هنا وباقي البراكه. علاش ما استفدتيش؟ ما عطونيش. لا كلشي 50 عام وحنا هنايا، 50 عام وحنا ساكنين هنايا. 50 عام ما عندنا فين. قصدك ولا 50 عام وحنا؟ والله 50 عام وحنا ساكنين هنايا. 50 عام.